العيد اجا العيد يلا نلبس ثوب جديد. اجا العيد اجا العيد يلا نلبس ثوب جديد. اجا العيد اجا العيد يلا نلبس ثوب جديد. اجا العيد اجا العيد يلا نلبس ثوب جديد. يلا بينا نتجهز لنصلي صلاة العيد، ننشد الله أكبر يا محلى هذا النشيد. يلا بينا نتجهز لنصلي صلاة العيد، ننشد الله أكبر يا محلى هذا النشيد. اجا العيد اجا العيد يلا نلبس ثوب جديد. اجا العيد اجا العيد يلا نلبس ثوب جديد. في السنة عنا عيدين، عيد الفطر والأضحى بتوحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبألف صحة وحال. قبل ما نبدأ الفيديو ياريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وياريت تدوسولي لايك وتشتركوا في القناة لو مكنتوش لسه اشتركتوا عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير، وينعاد عليكم الأيام الجميلة المباركة اللي احنا فيها دي على خير. وما تنسوش تدوسوا اللايك علشان تفرحوني بالعيد. النهارده هنوريكم معايا كده لبس العيد بتاعي، وهنظبط لبسة كوكي وهنرتبه. اولا دي بيجامة العيد بتاعتي، هي كده بالشكل ده بيضة وعليها الزخارف الاسلامية دي، عجبتني قوي البيجامة دي. انا مطلعاها من حاجة جهازي، يعني لسه عندي منه حاجات كتير. تمام. كوكي بقى بتسلم عليكم وطلعت على اللي كانت مبهدلاني بصراحة، عمالة تلعب في الستاند، وطلعت عليها التوكة دي. هي لقيت الأرنوب بتاعها واقع كده، بس هلزقه بالشمع عادي يعني مفيش مشكلة. دي كانت البيجامة، ودي العباية بتاعتي. هي عباية كده على شكل دريس، عجبتني قوي فقلت اطلع العباية دي، وكمان عشان ابقى ماتشنج مع الانسة كوكي نلبس زيها بقى، نبقى احنا الاتنين كده لابسين زي بعض. هي دي تفاصيل العباية، هي عليها وردة كده من على الصدر، ونفس الوردة محطوطة على الدراعات، دراعات يعني. وهي من هنا بحزام كده زي ما انتوا شايفين، وبالجيبان من الناحيتين، وعليها القرانيش ديت كده زي ما انتوا شايفين كده من هنا. دي تفاصيلها حلوة جدا وعجبتني ان هي زي الدرس الخروج. قولولي رأيكم فيها، هل حلوة ولا انا سأت الاختيار؟ بس هي دي العباية الوحيدة اللي كانت عندي نبيتي يعني، عشان كده طلعتها عشان تبقى ماشية مع طقم كوكي. موجود برضو عندكم اللي لسه مشافوش يروحوا يشوفوا. تمام. وطبعا عباية نبيتي شبشب جديد بقى مع العباية الجديدة، وجبت برضو نبيتي عشان يبقى ايه كله ماشي مع بعضه كده. والطرحة بقى ايه قلت افتحها شوية، يعني افتح الدنيا معايا شوية. جبتها كده فيها زخارف اسلامية بالنبيتي والبيج، فيها تدريجات كده بالنبيتي والبيج. هي ارضيتها بيج زي ما انتوا شايفين كده، والرسومات فيها نبيتي. اتمنى ان يكون الطقم بتاع العيد بتاعي عجبكم، قولولي رأيكم فيه. وهنا بقى مع بعض كده حاجة الانسة كوكي هنرتبها مع بعض. البنطلون ده انا ما كنتش وريتهولكم في الفيديو، البنطلون ده انا جايبهولها من يوم ما اتولدت، يعني من العيد الصغير اللي فات نزلت اجيب لها لبس العيد وعجبني وجبتهولها، ولسه قايساه عليها يا دوبك لسه على قدها، يعني هو لسه ملبسه دلوقتي عمرها سنه. تمام. وهنا بقى انا برص اللبس الخريفي بتاعها بقى علشان خاطر نجهز للعيد والليلة العيد وكده، علشان خاطر مسحمش نفسي يعني. وبرضو انا كنت بروق في الشقة وكده، وقلت اما ارتب اللبس بتاعها عشان ما يفضلش في الاكياس وكده. انتوا ما قلتلوش رأيكم ايه في اللبس، عجبكم ولا ما عجبكوش؟ وهنا كده انا برتب واحده واحده. معلش كوكي كانت مجنناني، كانت كل شويه تيجي عند الستاند وانا ابعدها وحوشها، وطبعا هي بتهز الستاند، فلو لقيتوا الستاند بيهز كده واحده مره ورا التانية ما تزعلوش مني. عايزه اقول لكم هنا بقى انا معرفش وانا بصور ايه اللي حصل ده ايه، يعني انا حاسه ان هي ناموسه بارده رخمه فضلت جت، بس هي ما كانتش ناموسه يعني، ده هي كانت في التليفون ذات نفسه، يعني انتوا فاهميني. دي حاجة كانت على التليفون، معرفش الشاشة اتحرقت ولا ايه، معلش اعذروني، انا ما خدتش بالي منها لان انا كنت عمالة ادوس ارتب الحاجة. السلوبيت دي انا نسيت اوريها لكم في الفيديو،
لأ هي شكلها ناموسة، هي شكلها ناموسة أهي، أنا عرفتها معاكم كده، هي ناموسة كانت محطوطة كانت واقفة على الكاميرا وأنا ما عرفتش إن هي ناموسة، أنا خُفت لا يكون الشاشة بتتحرق. ودي السلوبيتا دي أنا شُفتها معاكم، ما وريتهالكمش يعني في الفيديو، فباوريها لكم دلوقتي. هي سلوبيتا حلوة كده وأنا ضيّقتها وضبّطتها يعني. معلش بقى على الناموسة الباردة دي، أنا والله ما خدت بالي منها غير دلوقتي إن هي ناموسة، أنا كنت مفكرة إن شاشة التليفون بتتحرق، على الصدمة اللي أنا شُفتها، اكتشفت إن هي ناموسة أهي، ناموسة باردة بصراحة. وهنا كان طقم العيد بتاع كوكي، كنت باحطه على الشماعة برضه كده بالشكل ده، زي ما انتم شايفين كده. أنا كنت هاتجنن عمّالة ألاقي الحرق رايح يمين وشمال، ما خدتش بالي إن هي ناموسة غير دلوقتي. زي ما نحط التوكة بتاعته كده، والله طب والله دي مش شكلها توكة، دي شكلها عاملة زي الكرافتة كده، والله حلو عليها. وهنا بقى ده طبعًا لبس كوكي الشتوي، هانزّل لكم الفيديو بتاعه لو حابين أنزّله لكم تشوفوه. فطبعًا لسه يعني الجو مبرد شوية، أنا لسه بالبّسها القطع الشتوي دي على قطعة قط، تمام، فلسه برضه إن هو أنا ما خفّفتلهاش أوي يعني، فأنا بالبّسها اللبس ده بتاعها يعني، تمام. وهنا بقى نرتّب التوك والaccessories اللي إحنا جبناها لها. أنا هنا كنت نضّفت الدرج عشان كان في حاجات كتير كده ملعبكة، كان لازم إن أنا أشيلها وأرتّبها مع نفسي الأول. وجبت المنظمات دي حطيتها هنا كده، وقعدت بقى إن أنا أجيب التوك بتاعتها اللي أشكال بعض، يعني شكل الوردة ده بقى أحط التوك كلها مع بعضها، التوك ديّة اللي هي على شكل وردة دي بألوانها كلها في منظم، والتوك التانية اللي هي على شكل فيونكة دي زي ما انتم شايفين كده، أحطها لها برضه في منظم عشان تبقى كل حاجة تبقى مترتبة بالشكل ده، وكل حاجة لوحدها. حتى التوك الفرداني اللي أنا كنت شارياها لها برضه هاحطها لها في منظم لوحدها، عشان خاطر برضه تبقى كل حاجة مترتبة كده، لأن أنا معظم التوك بتاعتها القديمة ضاعت مني بسبب ان انا ايه، مثلا انا في اوضة النوم اقوم جاية شايلاها، لكن انا عملت نظام حلو اوي 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 علشان خاطر الشقة تفضل مترتبة ونضيفة وحاجتها منظمة، وانا كمان حاجتي تبقى منظمة وحياتي بمعنى اصح تبقى منظمة يعني، هبقولكم عليه بعدين. وهنا بقى جبت علبة الدهب بتاعتي، الله يرحمه طبعا، عارفين الست المصرية دهبها بعد الفرح بكام شهر كده بيروح فين، تمام. فهنا انا حطيت لها فيه الحاجات بتاعتها الاكسسوارز اللي انا جبتها لها، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، نالت اعجابكم يعني. وهنا بقى كان الشوز بتاعت الطقم انا برضو حطيتها لها كده، والكولون بتاع الطقم برضو علشان خاطر تبقى يوم العيد محتس يعني، فاهميني، كل حاجة تبقى موجودة جنب بعضها. وهنا كمان التوك بتاعتها القديمة بقى، دي التوك يا عيني اللي كانت فاضلة، كنت جايبالها والله توك كتير جدا، بس هي دي بقى اللي فضلت مني. يعني هي كان عندها توكة حمرا كانت بتبقى تحفة عليها وعجباني اوي، مش عارفة والله راحت فين، بقلب الدنيا عليها بس والله لازم الاقيها يعني. وهنا كان الزيت بتاعها برضو كنت برتبه، وبرضو في حاجات تانية كانت في كومودينو اوضة النوم برضو كنت هجيبها لها يعني واحطها لها هنا. ودي بودرة البودرة دي وحشة يا جماعة، ما تستخدموهاش للبيبيهات، تمام، انا حطاها بس كده هستخدمها في حاجة تانية. واللوشن والزيت، وديت كانت توك كده عجبتني، دي توكة برضو بتاعتها كانت بتلبسها، والله ما لبستها غير مرتين تقريبا، وردة كده كنت جاية طالباها لها من شئن مع توكتين كمان. والكارتين دولت عجبوني، انا اشتريتهم لها كده، اكيد يعني مش هتفضل شعرها بسيط، هي شعرها خفيف شوية ما هوش تقيل يعني، لما ربنا يكرمه وينبت كده نبقى نحط لها التوك الجميلة دي مع بعض ان شاء الله مع بعض على القناة كده، ونبقى نعمل لها تسريحات حلوة وجميلة كده مع بعضنا، تمام. اللي في الازازة جونسون ده مش البرفان، مش الكولونيا قصدي، ده المر، انا معرفش في ناس عارفاه ولا ايه، بس هو اسمه المر، بيجي من عند العطار وبتدوبيه في ميه وبتحطيلي البيبي عند مناخيره عشان لو ما يشم ريحة ما يعطسي كده يعني، اكيد في ناس كتير عارفاه يعني. وهنا العلبة دي ده كان بوكس الشخاليل بتاعها، طبعا شلت الشخاليل حطيتها في بوكس اللعب، وخدت انا البوكس ده استغله يعني، حطيت فيه مثلا فرشة اللثة والتتينة بتاعتها برضو هحتفظ بيها، والسترنجة بتاعة الدواء، القصافة، المقص، الحاجات دي، تمام.
وده كان بروش كده دبوس كده كان جاي مع طقم ليها، فانا عينته برضو. والحلق ده ماما كانت جايبهولها. تمام، وهنا خلصنا. ده الفينش الاخير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم والحاجة عجبتكم وطقم العيد بتاعي عجبكم. احنا هنا بنلبس عبيان، يعني لما بنخرج بالليل بقى بنلبس لبس خروج. تمام. وهنا بقى الشكل الاخير دي التوك بتاعتها، الشكل النهائي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تدوسوا لايك واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع الف سلامة، مع السلامة.